السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو عملته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المشروب التحفة ده او الاكلة الحلوة دي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده معايا ربع كيلو قمح بليلة. تمام، احنا هنعمل مع بعض باذن الله بليلة. تمام. ده اللي بيقولوا عليه في البلد غلة، هو ده الغلة يا بنات. تمام. او روحي عند العطار يعني وقوليله عايزه قمح بليله. هاتي بقى الكميه ايه اللي انت عايزاها. انا عن نفسي بعمل ربع كيلو كده، زي ما انتوا كنتوا شايفين معايا في الفيديو الاخير بتاع المشتريات. الفيديو اللي قبل ده على طول كنت جايبه نص كيلو قمح بليله ربعين. تمام. بعمل كل ربع لوحده لان ما شاء الله كميتها ايه بتتضاعف معايا، فانا مش محتاجه اعمل اكتر من ربع كيلو، احنا بناكل منه. طبعا انا كنت نقعاها من بالليل. تمام. وبعدين غسلتها كده كويس. ما تنسيش بقى تعملي اشتراك في القناة لو لسه بتشوفيني لاول مرة، واضغطي على لايك عشان تشجعيني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. بصوا بقى، دي نص كوباية رز او كوباية الا ربع من كوباية الشاي الصغيرة. غسلتها كده وايه ونزلتها على حطيتها في الحلة مع القمح والمية. تمام. على ما المية بس تبدأ تغلي كده، وبعدين هشيل الغطا وابدأ اقلب فيها كتير عشان ما تلزقش وعشان ما تفرش. تمام. لازم ايدي تبقى فيها كده على طول عشان ما تدلقش، وعشان كمان ما تلزقش في الحله، عشان عامل زي رز بلبن كده بالظبط. تمام. تعالوا بقى اقول لكم على فوائد البليله. ما شاء الله، البليله وجبه غذائيه متكامله فيها جميع العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم. اول حاجه فيها الياف عاليه جدا، وده بيظبط الامعاء وكده. تمام. بيخلص الجسم من الانتفاخات والغازات والحاجات دي، وبيساعد على التخلص من الامساك. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة بيدي الجسم طاقة غير طبيعية، يعني يفضل ان انتي تشربيها او تاكليها يعني الصبح. هيساعدك جدا ان انتي تعملي شغل البيت او تلعبي رياضة، تعملي اي حاجة هيبقى عندك طاقة. تالت حاجة ان هي غنية جدا بالكالسيوم طبعا عشان بنضيف لها لبن، فبتقوي العظام وبتحافظ عليه. رابع حاجة، طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه. مش محتاجة اشرح يعني، سخنت اللبن وكده وبعدين بضيف بقى ايه البليلة عليها. كده كنا كلنا منه مرتين، وكمان طلع شوية منها لصاحب نصيبهم. بألف هنا وشفا لكل اللي داق منها يا رب. المهم كنا بنقول ايه. من ضمن برضو الحاجات ان هي من ضمن الفوائد يعني ان هي بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. رابع حاجة بتقوي الذاكرة عشان بتنشط الخلايا بتاعة المخ. وبتحافظ على القلب، يعني مفيدة جدا لمرضى القلب. تمام. وكمان بتساعد الجسم على فقدان الوزن، يعني حد عايز يخس ولا حاجة ياكل من البليلة، عشان بتخلي الواحد يفضل شبعان لفترة طويلة، عشان طبعا فيها ايه الياف وكده. بس لو هتستخدميها بقى كفقدان للوزن او كده، ما تضيفيش عليها سكر كده زي ما انا عملت. ولو كمان عايزة تعلي القيمة الغذائية بتاعتها، ضيفي عليها عسل ابيض بدل السكر. ايه تاني؟ بس هما دول اللي انا فاكراهم من فوائد البليلة. تمام. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. طبعا هي الاكلة دي او المشروب ده مفيد جدا زي ما قلت، وبيدفي كده في الشتاء جميل. وبنعملها طبعا في عاشورة، بنحط بقى عليها نشا وكده وبتتقل وبنحطها في التلاجة. اسمها بقى ايه عاشورة. انما كده في الشتاء بنشربها كده باللبن. بصبها في مج او المجات اللي هي العادية يعني اللبن والنسكافيه والحاجات دي، او في المجات الشوربة دي. تمام. بدأت كده ايه ان انا اغرف البليلة كده معاكم.
ولو عندكم بقى مكسرات حطوا فيها سوداني او جوز الهند وزبيب، بتبقى حلوة جدا وهتشبعك. وطبعا مفيدة جدا للأطفال لأن هي غنية بالمعادن فسفور وحديد وكالسيوم، فيها عناصر غذائية كتير مفيدة جدا للأطفال وللكبار. بس يا بنات، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. متنسيش بقى تضغطي لايك واشتراك لو لسه مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار وتتفرجي عليه. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة. متنسيش تصلي على النبي.